بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لأول مرة باش ننشروا حيثيات صفقة البغداد المحمودي، صفقة فضيحة في تونس. كم جبور ومسخين من بعد الثورة معناها هبطوا علينا، ولاو يبتزوا في الدولة، ولاو يخليوا الدولة هذه معناها سياسة مبادئ معناها تبادل الأسرى. باش نوريكم اليوم وثيقة سرية لأول مرة تنزل. الوثيقة هذه مش تبرمج كان يصير بعد الثورة، يعني من صفقة البغداد المحمودي إلى عديد الصفقات الأخرين. فوالا هذه الوثيقة الرسمية، وهي وثيقة سري مطلق. ولا كما تشوفوا الوثيقة هذه مصح عليها إطارات كبيرة في الدولة. الوثيقة هذه تبين كيفاش كان عبد الحكيم بالحاج وشفيق الجراية، يعني كيفاش كانوا يتبادلوا في الأسرى في تونس من بعد الثورة. معناها فضيحة، يعني صفقة البغداد المحمودي والله فضيحة، فضيحة بصمة عار في تونس. يعني ما صارتش في العالم، ما صارتش في دول في العالم. هذه تابعة المعاهدات الدولية للسلم والحرب. المعاهدات الدولية هذه معناها عديد الدول في العالم اللي تو، يعني ألمانيا، فرنسا، يعني في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، يعني منذ القرن 18 القرن 19 ممنوع يعني تسليم الأسرى، أو انك اسير يجي لبلادك ما معناها وما تحتفظش به وما تامنوش الاسير هذا. صارت الا في تونس. علاش انت بن علي مشى للسعوديه؟ علاش ما سيبتوش السعوديه؟ علاش برشا بعض الاسرى تو في المانيا وفي فرنسا منذ الحرب والتولة سايبوهم؟ كانت فضيحة كان على تونس بعد الثورة. لقاو الفلوس، لقاو الابتزاز، صفقة مشبوهة بأتم معنى الكلمة. اليوم باش نعطيكم الوثيقة هذه، باش نقرا لكم الوثيقة هذه كيفاش كان عبد الحكيم بالحاج تابع فجر ليبيا، وكيفاش كان شفيق الجراية يتحكموا في يعني لعبة تبادل الأسرى في تونس. هما الوحيدين اللي كانوا يتلاعبوا باللعبة هذه. الوثيقة تقول تبعا لما ذكركم أن عبد الحكيم بالحاج في زيارة سجينين ليبيين هو حافظ الضباع وعماد اللواج، هذوما زوز من قياديين من فجر ليبيا في سجن بتونس، واستفسار عن حالتهم وطلب موافقتهما برقم هاتف المدير العام للسجون والسلاح. دونك المدير العام للسجون والسلاح تم تعيينه هو صهر رضا بالحاج. هذا يعاون حرس مسخ، ما يتهزش حتى بمقص النار. ما نحطوش، انا كان جينا في الدوله ما نحطوش حتى حماس. السيد هذا عاث فساد في السجون، حطوه يعني القضية عبد البغداد المحمودي، القضايا الفساد الكل اللي في السجون، يعني حنصبوا السيد هذا وعاث فيها فساد. ولتو معناه عنده قضايا توا أكثر من 40 سنة سجن. السيد هذا بالفساد هذا معناها عينه رضا بالحاج. دونك احنا هذا رضا بالحاج هو اللي عينه السيد هذا عون الحارس هذا اللي يشد مدير عام السجون والسلاح. دونك حبينا بالوثيقه هذه نكشفوا اللوبيات نتاع تبادل الاسرى، نكشفوا كيفاش كان عبد الحكيم بالحاج وشفيق الجراية كيفاش كانوا يعني يمسكوا دبلوماسيين تونسيين في ليبيا بالعاني، مش يتم افراج عن السجناء تابعين فجر ليبيا في تونس. وكان ينسق ما بين عبد الحكيم بالحاج وشفيق الجراية الاموال اللي قاعده توصلنا، اموال بالمليارات. يعني حتى شركة طيران اللي عند عبد الحكيم بالحاج كانت من خلال الصفقات هذه. وبالتالي وحسب الابحاث الاوليه نتاعنا، واحنا ماناش معناها فهمتني، حسب الابحاث الاوليه نقولوا اللي تورطوا في صفقة البغداد المحمودي هما عبد الحكيم بالحاج، شفيق الجراية، رضا بالحاج اللي عين صهر، وهذا صابر الغفيفي العون الحرس اللي شد مدير عام السجون والسلاح، يعني رضا بوكادي سفير تونس بطرابلس، شو اسمه، حافظ بن صالح الوزير العدل في الوقت هذاك، محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، حماد جبالي رئيس الحكومة، وعامر العريض. هذوما حسب يعني الاستفسار نتاعنا ويعني الاستقصاء نتاعنا، خاطر احنا يعني عملنا كان على الوثيقة هذه وثائق رسمية، ما عملناش على تسجيلات صوتية ولا برشا امور اخرى تبين اللي هذوما الاشخاص هذوما عبد الحكيم بالحاج وشفيق الجراية ورضا بالحاج وحماد جبالي ومحمد منصف المرزوقي وعامر العريض، وهذا صهر رضا بالحاج هذا نتاع نداء تونس، مدير هذا صابر الخفيفي. هذوما هما اللي تورطوا في العمليه هذه. كانت عمليه نتاع تبادل اسرى بدات من يعني من البغداد المحمودي. ومعلومات عنا انه نسيب البغداد المحمودي في جزيره زربه كان متواجد، يعني تعرض حتى لابتزاز لما كان البغداد المحمودي في السجون، تعرض لابتزاز بالمليارات. ولذلك نطالب بالدوله ونطالبها
انها تفتح تحقيق. ما فماش هذا حيث ما وان ما ومن اين لك هذا وهات الدليل وهات الحجه وكل الدستور الملغم وكل القوانين اللي لغمتوها لنا باش تكمل افواه. ما فماش. هذا نداء للدولة. أنا نداء ليوسف الشاهد، راك ماكش باش تقعد يا يوسف الشاهد وما يدوم كان وجه ربي، راك عندك به أشهر وكذا تلقى روحك في قهوة كما كانوا الرؤساء الحكومات الكل، ماكش باش تطول فيها وانت تعرف هذا. ما دامت لا دامت لا غيرك، معناها هذا ما يدوم فيها كان وجه ربي. دونك تبعث يعني فرقة خاصة تبعثها لعائلة البغدادي المحمودي اللي موجود في سجن قبل لا يخرج. راهو مش يخرج، راهم الفاسدين هذوما اللي ماشي في بالهم البغدادي المحمودي مش يشد الحبس، راهو مش يجي نهار مش يخرج مش يكشفكم بالاسامي. انا نطالب رئيس الحكومة انه يبعث يعني فرقة خاصة ولا معناها ناس تبحث تمشي البغداد المحمودي هل تعرض لابتزاز في السجون. وانا هذا شيء مؤكد انه على خاطر هذا اسمه هذا العون الحرس هذا صاب الخفيف هذا قلت لك هذا العون هذا عمل العار فهمتي على خاطر نسيب رضا بالحاج وعينه وعمل اللي ما صارش في السجون الكل، يعني فسد اللي ما صارش في السجون الكل. يعني تبعث فرقه غاديك تشوف شكون كان مورط في حيثيات معناها الابتزاز نتاعو في السجون وتشوف الوثيقه السريه هذه تقراها مليح. تعيط للاطراف هذا عبد الحكيم بالحاج وشفيق الجرايه ورضا بالحاج نتاع نداء تونس هذاك فهمتي. هذاك التلوث اللي جاب لنا سهر التلوث زاد المسخ هذاك الخفيف ولا شكونه فهمتي اللي مسخها السجون. لا ثم لا التو تعاني السجون التو السجون تعاني التو من الفساد التو الفاسدين اللي عملهم صابر الخفيف ما زالوا موجودين. دونك انا نطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع هذا فهمتني وتمشيوا للبغداد المحمودي وتسألوه كيفاش هل تم ابتزازه في السجون ولا يعني الراجل تم ابتزازه في السجون قبل أسره وبعد أسره وأثناء أسره. هذه فضيحة في تونس، فضيحة معناها بتم المقاييس. ان شاء الله الوثيقه هذه تشوفوها في صفحه المعارض السياسي تامر بديده تو تشوفوها الوثيقه هذه تقراوها مليح وثبتوا في الكلمات نتاعها لان فيها برشا ثغرات سريه وكلمات سريه تجموا تقراوا الوثيقه هذه الموجوده في صفحتي وهي بطابع سري مطلق من اركان الدوله ما ينجم حتى حد يشكك في الوثيقه هذه. دونك هذه هي فضيحه تونس. يعني بغداد المحمودي يعني الراجل جاكم معناها تشد في الحدود التونسيه في جهه توزر، يعني كان من الممكن انه يقعد السجين هذا يقعد اسير حرب. عيب قاع استسياب وهذه دولة الجبور دولة التخلف. من بعد الواحد اعطيهم هما الفلوس واعطيهم هما العلاقات واعطيهم معناها فهمتني تم تسليمه. انا نحب نطمن برشا عباد من مصادر يعني حتى ليبية ان البغداد المحمودي راه مش يتم الافراج عليه مش يكشف برشا حقائق ومش يكشف برشا ايش صار له حتى في السجون التونسية. كذلك يعني كيما خرج سيف القذافي مش يكشف حقيقة معناها سليم الرياحي وبطو يكشف برشا قضايا اخرين زادا كيف معناها في انقذوا رواحكم. نحب نقول شباب حركة شباب تونس السلاحي لازمكم الناس كل شباب تونس الكل مدعو مش ينخرط في الحركة هذه. الحركة هذه مش تكون هي السياسة مش نخدموا السياسة مش نكونوا ان شاء الله. نحب نطمن شباب تونس الكل اني حركة شباب تونس هي اللي مش تكون في الحكم. هذه معناها هذه حسب بالحق معناها احنا هذه الطموح نتاعها ان تكون تصعد للحكم رغم التعتيم الاعلامي والتعتيم في الفيسبوك. انه حركه شباب تونس ندعوكم الناس الكل مش تكونوا منضمين للحركه هذه. ان الشباب التونسي باش ياخذوا توا فرصته مش يمارس السياسه مش يمارس يعني العمل السياسي ومش ننشطوا مش نكونوا نصعدوا للحكم. طبعا احنا مبادئنا مختلفه على الاحزاب السياسيه الكل. احنا لا نتحزب حتى في المستوى العلمي فما فرق كبير. يعني مش كيما رياض المؤخر في حكومة الشاهد هذا مستواها معناها الله أعلم مش كيما اللي عنا أمين بالشاوش يعني بيرتب الدكتوراه في شركة جنرال موتورز يعني الأمريكية. يعني النخبة اللي عنا مثقفة قلت لك ما تعمل 7 دول. إن شاء الله ربي يبارك فيكم. هذه حبيناها اليوم توضيح لما وصلنا ليله من قضية البغداد المحمودي اللي هي بصمة عار في تونس. فضيحة الله غالب جبور وتخلف ولاو مع بعد الثورة ظهروا علينا استغلوا معنا حتى أسير حرب يعني ملقاش فيهم الخير. ربي يبارك فيكم وربي يفرج على البلاد هذه.